السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى شوفوا النهاردة انا عاملة ايه. انا عاملة طعمية هعملها في البيت، طبعا هتبقى موفرة. والزيت طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الزيت بتاع المطاعم بيبقى اسود وبيبقى مش نظيف وكده. انت بتعملي طبعا الحاجات في بيتك على نظافة وتبقي عارفة انت اللي انت حاطاه. انا هنا عندي ربع كيلو فول مدشوش، انا بلاه من بالليل لحد الصبح وصفيته وحطيته في المصفى. طبعا اليومين دول كلنا بنحاول نوفر في الغلا اللي احنا اول مرة نشوفه دوت. فبدأنا نعمل الطعمية في البيت، بدأنا نعمل الفول في البيت، بدأنا نستغنى عن حاجات كتيرة في اكلاتنا كنا بنحطها، بدأنا نستغنى عنها. بدأنا نعمل على قدنا، ما نرميش حاجة. يعني مثلا الرز بقيتي تعملي على قدك بالظبط، ما عادش بقى الرمية والحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي قبل كده. فكل حاجة بدأنا نعملها في البيت عشان نوفر. عندي هنا بقى ربطة كرات، حزمة واحدة، يعني الربع كيلو بيتحط له حزمة كرات وعليه ربطة بقدونس. انا ما حطيتش شبت عشان الشبت بيسوده. وعندي 3 بصلات متوسطين، البصل ده والله صغير بس التصوير اللي مكبره، يعني هم صغيرين خالص يعني. وعندي حوالي 6 فصوص توم او 5 فصوص توم، اهو 6. وبرده ما تكتريش بصل، لان البصل اما بتكتري البصل هو ده اللي بيخلي اول ما تحط الطعميه في الزيت تبص تلاقيها شعوطت كده وتلاقيها احمرت من بره ونيه من جوه. فانا النهارده هوريكم كل الاسرار وهعرفكم كل حاجه عن الطعميه عشان ايه كلنا كده نفتح مطعم قريب ان شاء الله. انا عندي بقى كبتي الحلوه الصغنونه دي اللي على قدي، هبدا كده ايه افرم حبه حبه كده. او اذا كان عندك المكنه اللي عامله زي بتاعت البسكوت ديت انت برضو بتعملي بيها بتبقى حلوه برضو. اهو بتقطعي البصل كده على الفول. والثوم كده كده هيتفرم، فانا حاطاه زي ما هو. واحط كده حبه خضره بحبه خضره مع الفول اللي انا حطاه مع حته بصله، وابدا افرم كله كده مع بعض. انا مشكلتي ان الكبه بتاعتي صغيره فبتغلب، طبعا اللي عندها كبه كبيره يا بختها. بالشكل ده انا هفرمها بقى كلها وهوريها لكم بعد الفرمه ديت اللي انا هنا بقى زي ما انتم شايفين. انا فرمت الفول مع بعضه كله زي ما انتم شايفين، اللون بتاعها حلو ازاي. بعد كده بقى الحاجه اللي هتخلي الطعميه بتاعتك هشه كده، ما تبقاش مكتومه كده ولا متكبسه كده في بعضها، هو المضرب الكهرباء. المضرب الكهرباء بيخليها نافشه كده، بتبقى عامله زي بتاعه بره بالظبط. اذا ما كانش عندك المضرب ممكن تحطي في الخلاط، تحطي شويه ميه صغيرين وتضربيها في الخلاط هتديكي نفس النتيجه. وهنا بقى انا خلصت، وهقلي بقى قدامكم كده واشوف كده واوريكم العجينه بتاعتي بقت شوفوا عامله ازاي. عندي شويه سمسم، وطبعا العجينه انا حطيت عليها شويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه. طبعا الكزبره دي اساسي في الطعميه، لازم، لان دي اللي تخليها طعمها وريحتها جميل. انا حطيت الزيت على النار يسخن، وبصوا العجينه هشه وجميله ازاي. شويه سمسم كده عشان لزوم ايه الحلاوه بتاعت الطعميه تبقى الريحه فظيعه. اهم حاجه الزيت يكون سخن قبل ما تقلي الطعميه. اهو بدأ يسخن اهو، حلو اهو. وانا ما بحبش الطعميه تبقى تخينه، بحبها تبقى ناشفه كده عشان ما تبقاش شاربه زيت. شايفين عامله ازاي؟ ولا مفتفته ولا بتتفتفت في الزيت ولا اي حاجه. ايه رأيكم؟ محمد تعرف تنفع تعمل مطعم بقى ولا ايه؟
السمسم من الناحيه دي ومن الناحيه دي. وفي ناس بتحط بدل السمسم دوت كزبره ناشفه، بتبقى جميله برضو. وطبق كده بحط ايدي فيه ميه عشان العجينه ما تلزقش في ايدي. هعمل بقى حبه كفته كده، ده انا النهارده هنوع وهخلي بصوا الحكايه ايه. اهو سمسم برضو من الجنب ده ومن الجنب ده. انا بعمل برضو الطعمية اللي هي الكفتة دي، بعملها بالسكينة، بتبقى جميلة برضو. وما تقلبيش فيها خالص غير لما تحمر من تحت عشان ما تتهريش منك وتتفرفت وتشرب زيت. لازم تسيبيها اما الناحية دي تحمر خالص، وبعد كده تقلبيها على الناحية التانية. شايفين عاملة ازاي؟ وهطلعها بقى زي ما انتم شايفين كده، حاجة عظمة. على مناديل طبعا عشان لو في زيت كده، طبعا المناديل بتشرب الزيت. اهو هعمل حبة بقى بالكفتة بالسكينة اهو، بظهر السكينة كده. ايه رأيكم بقى في الطعمية؟ وده بقى كان الفطار بتاعنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، الفول بالبيض الجميل والطعمية بتاعتنا. ايه رأيكم؟ حاجة كده فاخر من الاخر. وشوية جرجير كده على طماطمايه على خيارة على بيض مسلوق. هو ده طبعا الفطار المصري اللي كلنا معتادين عليه. بس كان المفروض بقى اعمل بطاطس، بس انا كسلت اعمل النهارده. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والسلام.